مساء الخير. اليوم بجرب معكم بوريكم الطريقة اللي كيف تخلون أي شيء تحطونه في القلاية ما يمسك فيها، يعني تكون كأنها غير لاصقة. أولا بالنسبة لصناعة القلاية هذه صناعتها هندية، ستانلس ستيل الهندي مرة ممتاز. حاولوا تبعدون عن الصيني، يعني طبعا إذا تقدرون الألماني مرة زين، بس إذا ما تقدرون الهندي ترى كويس. طيب أول شيء نولع النار ونخليها تسخن. بعد ما نبدأ نحس إن السخونة هرقت فوق نبدأ نختبرها. طيب في معلومة بقولها قبل ما أبدأ باختبارات الحرارة، سواء تيفال أو ستانلس ستيل أو أي مادة ثانية، لازم تحطون مع البيض أو أي طبخ شوي زيت، لأنها هي عبارة عن سطح غير مستوي أصلا. لو بتشوفونها بالمجهر، حتى التيفال نفس الشيء، لازم تحطون شوي زيت ولا بيلزق، بيصير صعب تشيلونه حتى لو كان تيفال. يعني اللي بوصل له زيت ضرورة، ما تبون زيت اسلقوا سلق. اوكي طيب هالحين احس انها حارة احترت، فببدأ اول اختبار انه نحط الملعقة. شوفوا هذا مو بحار، اذا كانت زي كذا سويت بقعة كذا هذا ما فيه حرارة لسه، يعني قصدي ما وصل للحرارة المطلوبة. نجي الاختبار الثاني. شفتوا هذه الحرارة المطلوبة، وهالحين وصل لا الحرارة أعلى، فنبعده ونطفيه شوي نخليه لين ما يبرد. لما تصير الكورة كذا تدور بالحالها واحدة الحين الحرارة مضبوطة، لكن لما تحطونها شوفوا كيف هذا حار، فعشان كذا الكورة الواحدة تنفجر، هذا حار بزيادة. الحرارة المضبوطة لما تصير الكورة تدور كذا واحدة ما تنفجر ولا تسوي بقعة زي قبل شوي. فالحين بحط الزيت ووريكم، برجع اسوي لكم الاختبار مرة ثانية عشان تشوفون كيف. شفتوا هذه باردة، فبرجع اولع عليها مرة ثانية كذا، كب الموية شوي بس هذه تحتر بسرعة. بعدين نرجع بس دقيقة نسخنها. جرب برضو لسه ما صارت كورة. بعدين نرجع أجرب مرة ثانية. هذه حارة بزيادة، لا هذه مضبوطة. شفتوا كيف واحدة تدور بالحالها. الحين بشيل الموية وبحط الزيت. طيب نبدأ نحط الزيت. أبى أحط الزيت نفس الكمية اللي أنا أحطها مع قلاية التيفال، أنا أحط هذا زيت زيتون تمام. ونحاول قدر الإمكان إحنا نغطيها مضبوط. استخدم فرشة، طبعا الفرشة مو ضرورية بس أنا أسرع، يعني نغطيها بفرشة كذا وبعدين نحط البيضة. إذا حطيت البيضة انتظروا، الزيت مو بكثير. اللي بيجون يقولون لي زيت كثير، شوفوا الزيت مو بكثير أبدا، مرة شوي. طبعا الزيت ما احترق لأن حرارة القلاية مضبوطة. لا تحركون البيض، طبعا اصبروا شوي يتماسك بعدين حركوه. طيب نجي هالحين تجربة لسه توها ماسكة، نشيلها من على النار شوي. شوفوا كيف بكل سهولة تنقشع معي، شوفوا شوفون كيف انقشعت كأنها تيفال. طيب بوريكم كيف صارت، شوفوا كأني قاعدة استخدم قلاية تيفال بالضبط. بس طبعا عشان التصوير تحمرت بزيادة من تحت، بس خلاص مضبوطة. طبعا المفروض اغطيها عشان الصفار شوي تستوي، بس انا بقلبها بس عشان اوريكم كيف ما راح يلزق حتى مع الجهة الثانية. دقيقة بس. ترى شوفوا ما في زيت، ما في، يعني يدوب نقطة وبس. شوفوا بكل سهولة استوت مع الجهة الثانية، برضه ما انشبت. نطفي النار خلاص، بيضتنا ولا أحلى، وصارت القلاية كأنها غير لاصقة. بس لازم تتحكموا بدرجة الحرارة وانتم بتشتغلون. بس ودي أوريكم من قريب إنه ما في زيت، يعني مهما قلت كذا شوفوا
ما في زيت، نفس الطبخي في التيفال. وهذا تقدرون الطريقة هذه تستخدمونها في الستيكات، تستخدمونها في حمسات الدجاج، تستخدمونها في البصل اللي بيجي تحمرونه. انكم يعني تقيسون درجة الحرارة بالموية قبل ما تبدون، ما راح يمسك شيء، بتصير كأنكم قاعدين تستخدمون تيفال. مع الوقت خلاص انتم بتصيرون تعرفون قلايتكم، كل قلاية بتصيرون تعرفون لها، ما راح تحتاجون اختبار المويه، بتصيرون تعرفون اذا هي وصلت درجة الحرارة الصحيحة ولا لا. ملاحظة أخيرة برضو، إذا حطيتوا البيض وهي باردة بيلصق، يعني لا باردة ولا حارة مرة، لازم في النص الكورة اللي علمتكم.